السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة القناة ودوسوا لايك. هنعمل شوية بسلة وارتاحي كده، بس احنا بنعمل ايه؟ هنتكلم. هو ارتاحي يعني معنى كلمة ارتاحي دي يعني مفيش لحم، هي بسلة وبطاطس في جزر كده وخلاص، شوية رز بشعرية واليوم يعدي النهاردة. عايزة اقول كلمة للناس اللي السلايف او العمات اللي بيبقوا عارفين ان مامتهم متجوزة مع اخوهم في شقة واحدة. مش لازم كل يوم تروحي تقعدي على قلبهم هناك. يعني مامتك اصلا او حماتك متجوزه، لو انتي مش هتطيقي، هي متجوزه، مش لازم كل يوم تاخدي عيالك وتقومي تروحي تقعدي هناك. يعني الشقه هي شقه اصلا كلهم قاعدين فيها، كل يوم تروحي تزوريها بحجه انت رايحه تشوفي امك او رايحه تشوفي حماتك، وتروحوا عايزين وتاخدوا الواجب ضيافه وتبهدلوا الدنيا بعيالك وتبهدلي الدنيا. دي مشكلة حصلت قدامي بالفعل وشُفتها فعلًا. كل يوم، كل يوم، يعني رايحة فين؟ أنتِ رايحة فين؟ كل يوم رايحة؟ كل يوم رايحة تشوفي مامتِك؟ مامتِك دي لو قاعدة لوحدها في شقة والله العظيم ما أنتِ رايحة كل يوم كده. أنا اللي باقول لِك أنتِ مش رايحة كل يوم. فياريت الواحد يبقى عنده نظر ويبقى عنده إيه، يعني شوية إحساس كده. مش لازم كل يوم تروحي، حتى السلايف كمان يسيبوا شققهم ويروحوا عشان خاطر بحجة إنها رايحة تشوف حماتها. رايحة تشوفي حماتِك، حماتِك لو قاعدة لوحدها أنتِ ما أنتِش هتروحي تشوفيها كل يوم. كل يوم تروح مثلًا من العصر يفضلوا قاعدين ل00:00 و01:00 كل يوم رايحة تزوري حماتِك. طب ما خديها عندِك يومين، خدي حماتِك عندِك يومين، قولي لها تعالي ماما كده اقعدي عندنا يومين كده نورينا، وخديها عندِك يومين طالما هي وحشاكِ. إنما مش كل يوم يا جماعة، ما ينفعش كده. يعني اللي ما ترضوش على نفسِك ما ترضوش على غيرِك، ما ينفعش. هو يعني إيه افترا؟ ومطلوب بقى من الشخص التاني ده إن هو يفضل يخدم ويشيل ويحط ويوجّه، ما ينفعش.